قنبله بالبيت. قنبله يا اخي وين كان قنبله وين؟ ابوي خاف قوم لحظه خليني لحظه القنبله وين؟ قنبله بالمايكروويف. قنبله بالمايكروويف؟ اي يا اخي جوعانين ولكن اكل. يا اخي جابوا لنا اياها بجدر ثواب وديتها بالمايكروويف. لحظه يعني المايكروويف هسه فيه قنبله؟ اي ما عرفت انه جابها. ما ادري هذا فتح الباب. يا اخي ما اعرف، شفت انسان عادي. يعني انسان عادي ماكو ملامح مو مميزه بيه شيء؟ يا اخي شفت شخص عادي محترم لابس قاط وردي وشعره صبغه اخضر وحاط كحل بعيونه وحاط مكياج وحاط حمره من هنا لهنا. انا حسبالي عيمه صراحه. يعني هاي شخص عادي بالنسبه لك؟ ها ذكرتني وقال لي وصل سلام من باتمان، قل له من الجوكر. من الجوكر؟ يعني هاي المواصفات كلها ما عرفت انه هو الجوكر نفسه؟ صدق الجوكر؟ لانه متفاجئ الحلم جوكر. والله فاجأتني. اي صحيح، مو جوكر يجي لابس دشداشه وعقاله ولكم ومطن نعاله هفيج على حلقه وفلش سنونه هسه. واخرته خل تجيبه درباك لا ينفجر علينا. ولك نعال. لا نوب الحلو هو يجيب النعال. ولك غبي حمار جايب القنبله حاطها بالمايكروويف، النوب جايب النعال فوقها. باتمان ها انا خالق قنبله بالمايكروويف. النعال بعد بيدك يا اخي انت مطي. يا اخي قنبله شباب شو تسوي؟ اقعدوا لك قنبله. زعما يمك خاش قضيه. اقول لك كان وين الكاتشب؟ اوه والله راح عن بالي، خليني اجيب واجي. وين رايح؟ اجيب الكاتشب. انت غبي، اذا انفجرت ناكل زقوم كتب على زقوم وانت تقعد. انت غبي، كتب انت راح عن باقي القنبله بطن الجدار. اي يابا وش دعوته ذاك يابا؟ هو يا اللي حط القنبله بالجدر ودخلها البيت اصلا، احنا بسببك بهاي المشكله كلها بسببك. يا اخي شوفه بسرعه شوفه. قوموا منا. مو بعيد حاطه سلاك بالقبق، يجوز بس افتحها تنفجر. شنو هالصوت؟ جاي نلعب. شنو بعدك ما فتحت القبق ما جدر؟ لا اخاف افتح القبق ورابطها بالقبق وتنفجر بس افتحها. ساعة ما فتح القبق، انا اصلا قبق فتحته اول ما طانيه الجوكر. شيء يبي لحمات ما ابي لحمات. يعني الجوكر ما عرفته، بس من فتحت الجدر ما عرفت تفرق بين القنبله واللحمه. والله صراحه شفت القنبله بس عبالي حلاوه، بس اقول لك اول مره اشوف حلاوه بها ارقام. يا ارقام يمكن التحت لي 9 دقائق. شباب بعد دقيقتين تنفجر. شباب هاي القنبله. قص الورد الاحمر وروح بزوجك، ومن قص الورد الاحمر خلنا نصفق لي. صفق لي؟ ليش ما ادجك وخل نصفق لي؟ هو احنا غير نعرف شلون رابطها. باتمان لا تناقشنا في والدك، انا متابع افلام اجنبيه خير من الله. فيلم توم كروز، فيلم فان دام، فيلم جاكي شان، الله كرتون انا واخي شايفه؟ شايف مال ريمي؟ وسبونج بوب كلهم يقصون الورق الاحمر. عدنا ولينا شوف باتمان سيمبا كله بعظمته قص الواير الاحمر، انت قص الواير الاحمر بسرعه. لحظه هو سيمبا اسد يعني انا صوتي احنا لازم نعرف هسه بعيد عن سيمبا وهاي النوستالجيا مالتكم، هذا الواير جاي. باتمان قص الواير الاحمر وتراهن على 2000 دينار. وانا 1000 من عندي. تتراهنون على حياتي هاي. شو انا غباء اسمع لكم، انا غباء. واخروا عني واخروا، هو من الغباء واحد يسمع رايكم اصلا.
الماي منين؟ حساب زين بس ما اريد امس الزحمه. تدلل حبيبي. جاي يصير اليوم. عاد جوعان كلش. شنو؟ بعدك ما بعد احط قنبله يا اخي ساعه. فضحي موتتني. يا اخي انت ما تدري باتمان انا احب الطشه، اذا مو اخر دقيقه ما يقصر شلون الافلام. قل لك هو عندنا الحين زمان عندنا قنبله بالبيت ما الحين بالمباشر نفتح بالمباشر على التيك توك ونطيش حالنا حال الافلام الاجنبيه. مرحبا شباب شلونكم؟ جبت لكم قنبلة الموسم واسفين على القطاع وفعلا عندنا قنبلة باتمان جاي يفتح بيها. شوفوا شلون تخبر شباب. احب اقول لكم وانتقل الى رحمة الله اخونا الغالي طبعا صاحب الاطفال. اوه هو ما متزوج شباب. اللي شارك المقطع اعزمه فاتحة باتمان ماعون وتمن ولحم وعليه سوب ووجبة خبل. واذا المقطع طيب شباب نقول الجوكر مسامح كريم. سامحيني يا عمي. الله جوج قرداحي. يلا شباب يلا باتمان الحين نقول له يابا يقطع الويل الاحمر. عمي الويل الاحمر حبيبي يابا الاحمر تفاحي يقطع الويل الاحمر يا ابوي باتمان الاحمر الاحمر. يلا شباب نودع باتمان. باي باي باتمان حبيبي غالي. ان شاء الله نشوفك بالجنة باتمان. آدفنك وانا حط تابوتك على السيارة مالتي الخاصة نقول له اقطع ويل الاحمر ثم لا باتمان يا باتمان. شباب حبيت اقول لكم شوفوا اخر مرة باتمان غالي الويل الاحمر عمي قلت لك قص ويل الاحمر يا باتمان قص ويل الاحمر الاحمر. باتمان في ملا حبيبي باتمان عمري سلمنا على الموتة في ملا باتمان Will the circle be unbroken? مو قلت لكم مو الاحمر. وقلت لك النقطة مشتعلة. النقطة مش طف النقطة يا أخي طف النقطة. يا باتمان والله يا باتمان ما أقول لك شو صار فيك. من اللحم مالتك بكرتون خايس مال حذاء جايب لك هنا بالزبالة. شفت الشرطة وصلت بالأخبار وقالوا واحنا قلنا لهم جوكر يا بالجوكر سوي شو قالوا نسوي؟ لجنة تحقيق على الجوكر. لجنة ماشيين الجامعة ما يعرفون الجوكر. زين انت جابك هنا. هذا المطي يعني حوالي بالمايكروويف كان المطي ما طفي النقطة. كان الكهرباء تبني كطي ما تروح فجأة صرت نايمك. غبي هذا غبي النقطة ما طفى والله متعمد يموتني هذا الخايس. خليني اقول لك يا اخي طفي النقطة طفي النقطة يا اخي مين الجوزة؟ شو قضية مين الجوزة؟ مو تقرا كرك حتى هنا انقتل يا اخي طفي النقطة طفي النقطة.